بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد. فيديو غادي نهضروا فيه على واحد المباراة اللي كانت فعلا من أقوى مباريات كأس إفريقيا 2025 بالمغرب. مباراة جمعت بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكونغولي الديمقراطي. مباراة فيها الحماس، فيها الصراع، فيها الضغط، وفيها كرة القدم الإفريقية الحقيقية. أول حاجة خصنا نقولوها وبكل روح رياضية: مبروك للمنتخب الجزائري على هذا الفوز المستحق، ومبروك على التأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا، حيث ماشي أي منتخب يقدر يدوز من مباراة بحال هذه، خصوصا قدام منتخب كونغولي عنيد قوي بدنيا وما كيسلمش بسهولة. المباراة كانت صعيبة من البداية حتى النهاية. الكونغو الديمقراطية دخلت بعزيمة كبيرة، ضغط، سرعة، التحامات قوية، وحاولت تربك الدفاع الجزائري في أكثر من مناسبة. ولكن الخبرة الإفريقية ديال لاعبي الجزائر كانت حاضرة، عرفوا كيفاش يتعاملوا مع الضغط، عرفوا كيفاش يسيروا الإيقاع ديال المباراة، وعرفوا فين يضربوا باش يخرجوا بالنقاط كاملة. المنتخب الجزائري لعب بنضج تكتيكي، خصوصا في وسط الميدان، استحواذ وقت الحاجة، وتراجع ذكي وقت الضغط، وهذا هو الفرق بين منتخب عنده تجربة طويلة في كأس إفريقيا ومنتخب باقي كي يبني راسه للمستقبل. دابا خاصنا نوقفوا وقفة احترام ونهضروا على الأجواء داخل ملعب مولاي الحسن، هذا الملعب اللي كان اليوم في أبهى حلة، تنظيم ممتاز، أرضية ممتازة، إنارة، أمن، لوجستيك، كل شيء كان في المستوى. والأجمل من هذا كامل هو الحضور الجماهيري الكبير، جماهير مغربية جاءت بكثرة، كتشجع، كتصفق، تخلق أجواء رائعة، وتؤكد مرة أخرى أن المغرب بلد كرة القدم، وبلد التنظيم، وبلد الضيافة. رغم أن المباراة ما كانش فيها المنتخب المغربي، ولكن الجماهير المغربية كانت حاضرة بقلبها، كتساند الكرة الإفريقية، وكتساند كل ما هو عربي، وهذا الشيء معروف على المغاربة منذ سنين. في أي ملعب، في أي بطولة، المغربي ديما مع الأخوة، ديما مع الروح الرياضية. لكن للأسف كاين واحد الجانب اللي خصنا نهضروا عليه بشوية ديال الصراحة، وهو بعض الإعلامي الجزائري اللي مرة أخرى تجاهل ذكر اسم ملعب مولاي حسن، وتجاهل ذكر التنظيم المغربي، وتجاهل دور الجماهير المغربية في إنجاح المباراة. ما كنعمموش وما كنقولوش الإعلامي الجزائري كامل، ولكن كاين فئة معروفة بالحقد ما كتقدرش تقول كلمة المغرب ولا تعترف بأي نجاح مغربي، حتى ولو كان النجاح باينا قدام الملايين. ولكن كنقولوا لهم بكل هدوء: الواقع ما كيتخباش، الصور دارت العالم، والتصريحات دارت العالم، والدول العربية كاملة شادت بالتنظيم المغربي، شادت بملاعب، وشادت بالجماهير المغربية. الفرق كبير بين الإعلام اللي كيخدم الوطنية بعقلانية والإعلام اللي كيخدم الشقد والكراهية. ومن هنا كنوجه تحية خاصة لكل جزائري حر، جزائري واعي، جزائري ما كيدخلش السياسة في الكرة، جزائري كيشوف المغرب جارا وأخا وشقيقا، وكيعرفوا باللي الشعوب عمرها ما كانت عدوة. المغاربة والجزائريين شعبين تجمعهم بزاف ديال الحوايج: الدين، التاريخ، العادات، والأصل المغاربي الواحد. وإذا بقينا في إطار كرة القدم، فالحلم اللي كيتسنى الجميع هو نصف نهائي مغاربي خالص، المغرب ضد الجزائر، مباراة تكون حديث العالم، مباراة فيها تنافس شريف، وفيها احترام، وفيها صورة مشرفة عن شمال إفريقيا كامل. وإن شاء الله وبكل ثقة وطموح كنقولوها كمغاربة: الفوز يكون مغربيا. ولكن قبل أي نتيجة، الأهم هو تمر البطولة في أجواء ناجحة، ويبان المغرب في المستوى اللي ديما معروف به. وفي الأخير مرة أخرى مبروك للمنتخب الجزائري، وحظ موفق في باقي مشوار كأس إفريقيا، وتحية كبيرة للجماهير المغربية اللي رفعت الرأس وعطت درسا في الروح الرياضية. إذا عجبكم هذا الكلام ما تنسوش تديروا لايك وتخليوا لنا رأيكم في التعليقات، واش كتشوفوا ديربي مغربي جزائري في النصف النهائي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش تبقوا ديما مع الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.